كلنا طبعا ومن غير استثناء بيجي علينا وقت طبعا نزهق من اللحوم والاسماك، فلازم نغير. ومفيش احلى في التغيير من الاكل الشعبي. الاكل الشعبي الاصيل بتاع زمان حاجة كده جميلة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة اكتر من وصفتين وثلاثة كمان، كله كده في نفس الفيديو، بس فضلا وليس امرا. لو اول مرة بتشوفيني حطي لي كده لايك واشتراك في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد في قناتي. تعالوا بقى كده، بس فضلا برضو وليس امرا، طالبة منكم ما تفوتوش حاجة من الفيديو عشان الفيديو فيه حاجات كتير جدا مهمة. هنعمل اول حاجة كده نسمي الله ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت حبتين من البتنجان قطعتهم وحطيت عليهم شوية من الملح وسبتهم بقى كده ينزلوا المية اللي انتوا شايفينها دي. مش لازم عشان تقلي البتنجان تحطيه في زيت غزير. انا حطيت طاسة حطيت فيها شوية من الزيت وبدأت كده ان انا اقلب البتنجان على الناحيتين اول ما يبدأ كده يحمر. وقطعت كمان فلفل اخضر عشان هقليه برضو معاه. على بقى ما البتنجان يتقلي ما نضيعش كده وقت، شويت كده بتنجانة جنبي على النار. طبعا لازم وانتي بتعملي الاكل كل غدا كده تشوفي ايه اللي يناسب مع ايه، يعني تحطي كده الاكل كله يبقى مناسب مع بعض. جبت كده بتنجانة شويتها وحطيت عليها شوية من الطحينة ورشة كده من الكزبرة الخضراء، وقطعت فلفلاية خضراء صغيرة وشوية زيت وعملتهم بقى هرستهم كده وحطيت عليهم هرست الشطة. حاجة كده جميلة جدا. في نفس الوقت عفوا، في نفس الوقت برضو سلقت كده بطاطس على النار، هعملها بطريقة جميلة. حطيت عليها شوية من الكزبرة الخضراء وملح وفلفل وكمون وشوية شطة على حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها حراقة عايزاها كده باردة زي ما انت عايزة. هرستها كويس جدا بالهراسة، وبعدين كل ده من غير اي مواد دهنية. حطيت لها بقى معلقة من السمن البلدي ومعلقتين كده من الزيت عشان بس كده يدوها لمعة. حاجة كده جميلة جدا. جاهزة بقى على الأكل على طول. حضري العيش البلدي بقى واقعدي كده مش هتقومي خالص من على الاكل. خلصت كده بقى من الوصفتين ركنتهم على جنب. البتنجان كانت قلى جميل جدا من غير زيوت كتير، يعني كل لما بيعوز بزود له كده شويه صغيرين عشان ما ياخدش كميه كبيره عندي من الزيت. والخطوه بتاعت ان انت تحطي ملح على البتنجان بتديله طبعا بينزل كل الميه اللي فيه ومتخلوش يشرب زيوت كتير. قطعت بطاطسايه كده وقطعتها صوابع يعني سميكه شويه، وبعدين شوحتها في نفس الزيت وركنتها بقى على جنب. جبت كده طاسه حطيت فيها معلقه كبيره من الثوم المفروم وحطيت شويه زيت. بدات كده ان انا اقلب الثوم لحد ما بدا كده ان هو يصفر. نزلت عليه بنص لتر من عصير الطماطم على حسب برضو الكميه. وممكن تحطي معلقه صلصه لو عندك صلصه علب. ممكن تحطي الكميه كلها صلصه وتزوديها شويه ميه زي ما انت عايزه. بدات ابهر الصلصه بتاعتي، حطيت لها كمون وشطه وملح. المسقعه مش بتحب ازيد من كده، لو انت حابه تحطي رشه من الفلفل حطيها برضو مش هتضر في حاجه، لكن هو اساس المسقعه كمون شطه وملح. ما بحبش ازود اي بهارات تانية. زي ما احنا شايفين هسيبها بقى شويه لما تتسبك بس شويه صغيرين. هنزل كده بالفلفل وبمكعبات البطاطس. هخلي البتنجان في الاخر عشان ما يتهريش مني. اول كده ما تبدا البطاطس تدخل كده في السوا يعني 3/4 سوا كده هنزل بقى عليها بالبتنجان واسيبهم بقى يعيشوا حياتهم كده مع بعضهم على البوتاجاز لحد ما تتسبك خالص. والماده الدهنيه بقى الزيت اللي انا حطاه يبدا كده يطلع على الوش ويديها بقى اللمعه بتاعتها الجميله دي. زي ما احنا شايفين الفيديو طبعا موضح نفسه. هي طريقه سهله جدا انا مش هفتكس فيها، يعني كلنا شاطرين وستات بيوت شاطره، بس احنا بندي افكار كده لبعض، يعني اللي محتار في الغدا يعمل بقى كده. نيجي بقى للوصفه الجباره اللي انا معتبراها هي اهم حاجه في الفيديو ده، الحباش الدمنهوري على اصوله. انا كده لفيت لحد ما جبت اصل الحباش الدمنهوري زي ما احنا شايفين مع بعض. بهاراته كانت ربع معلقه من بهارات اللحمه، من كل حاجه نص معلقه، كركم كاري كمون شطه فلفل. بس كده هي دي كل البهارات اللي معايا. ولو عندك بقى حبهان على ورق لورا مطحون حطي ربع معلقه. جبت كده كميه من الطحينه الحمراء، ما تنفعش بالطحينه البيضاء. بدات ان انا حطيتها وحطيت عليها كل البهارات ونزلت عليها بطماطمايه حبايه طماطم مبشوره بشر ناعم، وشويه من الكزبره الخضراء متقطعين مفرومين برضو فرم ناعم، وكمان معايا حبايه من الفلفل الاخضر برضو كل حاجه من دي متقطعه صغير جدا. نزلت بكل المكونات على بعضها وبدات بقى ان امزج كل المكونات مع بعضها عشان تديني اجمل حباش دمنهوري ممكن تجربوه. كده خلاص وصفة الحباش خلصت وكل الوصفات كده خلصت.
وقدمنا الاكل بتاعنا يا حبايبي، طلع كله بقى كده من على النار. سلطة البتنجان الخطيرة عملناها كده، حطينا عليها طحينة وقطعنا بقى خيار وطماطم زي ما احنا شايفين يا حبايبي مع بعض، وحمرنا كده بطاطس والحباش الخطير. اتمنى تجربوه بنفس طريقتي. وبطاطس اكلة شعبية جميلة جدا، وطاجن بقى كده المسقعة الخطير تحفة. اتمنى تجربوه يا حبايبي بنفس الطريقة. انا كنت اول مرة زي ما قلت لكم اجرب البطاطس وطلعت جميلة جدا ودايبة دوب، زودت كمان من الطعم بتاعه حاجة كده فوق الوصف. عملت بقى طبق جبنة قديمة جميلة جدا جدا، أكلة مشبعة وموفرة في نفس الوقت، ما استهلكناش حاجات كتير يعني، كلها من البيت. بطاطس وبتنجان كلها حاجات طبعا عندنا وموجودة في البيت. وربنا يا رب يعمر بيوتكم بالخير، اللهم امين. يلا يا حبايبي بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده، متنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب واشتراك بقى في القناه، وفعلوا كده الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل الاشعارات اللي بنزلها. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.